في ملخص الانمي بتاعنا الحلقة اللي فاتت كشفنا ليها شيرا الماء كان متوحد ومكتئب وحزين لانه كان حاسس ان هو السبب في موت اخته وصاحبه سابته، وساعتها تانجيرو راح يتكلم معاه واداله محاضرة تنمية بشرية وقعد يقول له انت تقدر يا ولا، انت قوي يا ولا، انت هشيرا الماء الجامد جمود الفشيخ يا ولي، انت لازم تنضم لتدريب الهشيرة وتدرب جنود اقوياء يا ولي. وفي الاخر قال له بص تعالى نعمل مسابقة اكل ولو انا كسبتك هتنضم للتدريب معانا. هو ده التحفيز ولا بلاش بصراحة؟ ومن هنا احب اوجه رسالة لابويا، لو انت عايز تحفزني على المذاكرة هاتلي بيتزاية وبطاطس محمرة وكاتشب. وكفايه ضرب بقى، كفايه ضرب، على فكره الضرب بيجيب نتيجه عكسيه يا حاج. فيا ترى عايزين مشاهد ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه في ملخص الانمي بتاعنا الحلقه دي. بس اوعى تنسى يابا تنزل تعمل الخطيئه مع زر اللايك، ويلا بينا نخش على الانمي بتاعنا. ライオン真のエスカノール وبتبدأ الحلقة لما بنشوف ان الجنود لسه عند هشيرا السود بيدربهم، وكان عمال يزعق فيهم وبيقول لهم حرك جسمك اسرع يا ولي، الشياطين هتاكلكم مرحومك انت وهو، هزها ولا عشان تجيب رزقها. والعيال عمالة تقول له ارحم اللي خلفونا بقى يا عم، ارحمنا الله يخرب بيتك. فراح نازل ضربه وتلطيش فيهم وبيقول لهم انا لو رحمتكم الشياطين مش هترحمكم ولا انت وهو، اتدرب ولا وانت ساكت ومش عايز اسمع ولا نفس. فبيقولوا له احنا لو ما تنفسناش هنموت يا عم الحاج. فبيقول لهم ماليش فيه، انا عاوز تدريب من غير ما اسمع حد فيكم بيتنفس، وبيخليهم يتسلقوا جبال ويشيلوا احجار وكلام كبير قوي. وفي وسط ما الهشيرة عمال يفشخ ويضرب في العيال سمع صوت حد عمال يقول له عم تنجن، انا جيت يا عم تنجن، وبيطلع ان دوت الواد تانجيرو. فبيقول له انت ايه اللي جابك هنا يا ولي؟ فبيقول له انا جاي عشان ابدا تدريبات الهشيرة وانت اول واحد هتدربني يا معلمي. فتنجن بيقول له يا انا ما شفتكش من زمان يا ولا يا تانجيرو، ده انت كبرت يا ولا وشكلك بقى اقوى. فتانجيرو بيقول له 5 يا عم انت هتحسدني ولا ايه؟ فبيقول له يا عم كتكنيله ووكست وكسك، فاكر لما واجهنا القمر العلوي انت كنت هتموت يا ولي، وانا اللي انقذتك يا ولا، ده انت كنت عامل زي الكتكوت المبلول، وبسبب انقاذي ليكوا انا فقدت عينيا ودراعي. فتانجيرو بيقول له احنا من غيرك ولا نسوى يا كبير، وبيبدا تدريب الجري وتانجيرو بيسبقهم كلهم. وبعد كده بينتقل لتدريب حمل الصخور، والولا تانجيرو بيكون عامل شغل عالي جدا بصراحه، والعيال بتقول له وفيه يا عم، وفيه يا عم انت مش انسان ولا ايه؟ وبيجي وقت الاكل وتانجيرو بيروح يسلم على زوجات تنجن التلاتة، ما هو متجوز 3 ابن المحظوظة اهو. دي الحاجة الوحيدة اللي المفروض يعلمها للجنود بدل الجري وحمل الصخور والكلام الفاضي ده، يعني علمهم انت ازاي اقنعت كل واحدة انك تتجوز عليها. اسطورة والله يا تنجن اسطورة، ما هو حبي للشخصية ديت مش من فراغ برضو. المهم اول ما بيشوفوا تانجيرو بيقول ياه بقالنا كتير ما شفناكش يا ولي، ده انت كبرت خالص. قال لك بنت اختك نزك وعامله ايه ولا يا تانجيرو؟ فبيقول لهم الحمد لله كويسة، هجيبها معايا المرة الجاية ما تقلقوش. وبنلاقي تنجن بيقول للجنود كله كويس ومحدش يسيب رزايه واحده، انا مش عايز اي حد يسيب اي فتفوته في الاكل، واللي هيسيب اي حاجه هضاعف التدريب بتاعه يا ولي. وبنلاقي ان في 2 من الجنود بيتكلموا، واحد بيقول للتاني انت مسؤول عن الحراسه الليليه، وحياه امك يا عم بدل معايا والنبي. فالتاني بيقول له لا يا عم انا مبسوط كده، لان اللي بياخد الحراسه الليليه مش بيتدرب تدريب الصبح بدري. وتنجن بيكون سامعهم وبيقول عليا النعمه العيال ديت مش نافعه. وبينتقل المشهد لدوريه الحراسه الليليه، والجنود بيتكلموا مع بعض وبيقولوا احنا سمعنا ان الشياطين عاوزه تخطف نيزكو. فواحد بيتكلم وبيقول احنا ما نعرفش السبب بصراحه، لان الاسرار ديت يعرفها القاده الكبار بس. وبيقول يا كده لو نصحى نلاقي الشياطين كلها اختفت والكابوس دوت يخلص بقى. ولكنه بيبص جنبه مش بيلاقي صاحبه، فبيقول يا نهار اسود ومنيل، يا رب ما يكون اللي في بالي صح ويكون في شيطان هنا، انا اصلا عبيط ومش هعرف اقاتله. ولكن بنلاقي صاحبه ظهر وبيكون عامل فيه مقلب عشان خاطر يخوفه. ومره واحده بيسمعوا صوت حركه غريبه، فبيقرروا يفحصوا المكان كويس. بنلاحظ عزيزي المشاهد ان في الضلمه مستخبي شيطان علوي، وهو القمر الرابع يا جدعان، وشكلها كده هتبقى مدعكه. ولما النهار بيطلع تنجن بيروح عشان خاطر يصحي الجنود، وبيقول انا عايز كل واحد فيكم يشيل واحد تاني على كتافه ويجري وهو شايله، واللي هيبقى بطيء هجيبه واضربه بالعصايه، ويلا يا ولا انت وهو اجري يا ولي. والعيال بتقول له يا عم موتنا ارحم، يا عم موتنا ارحم من فيلم الرعب اللي احنا عايشينه ده. وبيجي وقت الاكل وبيروحوا لتانجيرو وبيقولوا انت واجهت الشياطين العلويه مرتين
منين؟ اوصف لنا بقى يا زميلي قوتهم عامله ازاي؟ فتانجيرو بيقول قوتهم مرعبه حرفيا، لو انت ما عندكش القوه والسرعه الكافيه هتقعد تتضرب بس ومش هتلحق تفكر الضربه جايه لك منين يا ولي، وهتفضل على كده لحد اما تموت. حرفيا من سرعتهم مش هيبقى عندك وقت انك تتنفس يا ولي، وساعتها هتموت برضه من قله الهواء. والجنود اول ما بيسمعوا الكلام دوت بيتدمروا نفسيا وبيقولوا خلاص يا عم تانجيرو مش عايزين نعرف حاجه. وهنا تنجن هاشيرا السود بيتكلم وبيقول اخر حاجه في تدريب النهارده هي الجبل اللي هناك ده، هتجروا لحد هناك وهتطلعوا فوق الجبل وتنزلوا 10 مرات، وبعد كده تلفوا جري حوالين الجبل 100 مره، واللي مش هيجري بسرعه ملهوش عشا النهارده. وهنا بتيجي زوجات تنجن وبيقولوا هو يبان قاسي ولكنه طيب جدا. تعرف يا تانجيرو ان كل الاكل اللي بياكله للجنود هو اللي بيدفع حسابه، وساعات مش بياكل لان الاكل مش بيكفي وبيكون على قدهم بس، فبيضحي بنفسه علشان خاطر ياكلهم. طب نقول لك على سر، ده حتى الان مش راضي يدربهم التدريبات اللي هو كان بيتدربها، لان محدش فيهم هيستحمل التدريبات ديت وممكن يحصل له حاجه. وانا تنجن بيجي وبيقول لهم انا سمعتكم يا ولا انت وهي، وعلى فكره بقى انا مش طيب خالص، انا بس كنت بروح ادور عليهم لانهم امانه عندي. فبيقولوا له طب القائد قال لك تدربهم، انت ليه بقى مش راضي تدربهم التدريبات اللي انت كنت بتتدربها يا ولي؟ وليه بتديهم الاكل بتاعك وانت بتقعد بالايام ما تاكلش؟ وتانجيرو بيقول له يا طلعت كيوت يا عم الهشيره والله، وبيسيبه بيكمل التدريب بتاعه. وتانجيرو وهو في التدريب بيقول الهشيره دول طيبين قوي على الرغم من انهم يبانوا ما عندهمش رحمه وقاسيين. وبيفتكر مسابقه الاكل اللي عملها مع هشيره الماء، وان هشيره الماء كان قادر ياكل اكتر ويغلب تانجيرو، ولكنه ما عملش كده عشان خاطر تانجيرو ما يزعلش. وبينتقل المشهد لشينازو هشيره الرياح وهو قاعد بيفكر، وفجاه بيجي اوبوناي هشيره التعبان وبيقول له انت دعوتني ليه يا ولي؟ فشينازو بيقول له اخبار المجموعه اللي انت بتدربها ايه؟ فبيقول له بص هم جنود اقوياء ولكن مش هيقدروا بمستواهم دوت يواجهوا احد الاقمار العلويه. وشينازو بيقول له والله يا اوبوناي يا اخويا انا كمان مجموعتي كده، ممكن لو اجتمعوا يقدروا يواجهوا قمر سفلي، ولكن قمر علوي دي مستحيل يعملوها. فاوبوناي بيقول له اكيد انت مناديني عشان حاجه تانية. فبيقول له بصراحه فاكر اليوم اللي دخلنا فيه المبنى الغريب؟ انا حاسس ان في حاجه ورا المبنى ده، لان كان جواه كميه شياطين ضخمه جدا، واكيد مش طبيعي انهم يختفوا كده مره واحده. انا حتى رحت المكان دوت اكتر من مره ودورت كتير قوي وما لقيتش اي حاجه ولا اي اثر يدل ان كان في شياطين في المكان. وبيقول بما ان هدف الشياطين هو خطف نيزوكو فقدره الاختفاء والظهور ديت لازم نخلي بالنا منها كويس قوي. واوبوناي بيقول له والله يا شينازو يا اخويا انا قلبي مش مستريح اننا نقوم بتدريب جميع الجنود اللي في الفايلك ديت، قلبي مش مستريح لها خالص، لان اكيد كده في عدو قوي جدا او حاجه ما نعرفهاش، وعلشان كده لازم نستعد ليها. فشينازو بيقول له انا عندي فكره يا ولا تخرجنا من التوتر ده، ايه رايك نقاتل بعض يا ولا يا اوبوناي؟ وساعتها بينتقل المشهد لتانجيرو وهو بيساعد في المطبخ، وزوجات تنجن بيقولوا له احنا عملنا لك مشروب بيخفف الالم يا ولا يا تانجيرو، وبيتكلموا معاه وبيقولوا له تنجن بقى حزين جدا ودايما بيلوم نفسه انه فقد دراعه وتقاعد بدري من كونه هشيرة الصوت. احنا حتى بنسمعه دايما وهو نايم بيئن وبيتكلم، اكيد بيحلم بكوابيس يا ولي، هو كان نفسه يقاتل اكتر من كده. انت يا تانجيرو لازم تبقى اقوى وتهزم ملك الشياطين لاجل الجميع ولاجل تنجن يا ولي. وبالله تنجن بيجتمع بالجنود وبيقول لهم النهارده يا ولي هنخوض تدريب مختلف عن كل مره، احنا هنخوض قتال حقيقه ولا انت وهو. بالليل انتوا هتروحوا الغابه لان الشياطين بتظهر بالليل، وانا هعمل دور الشيطان وهقتلكم. دوركم انكم تحاولوا تنجوا وتتفادوني، ودور تانجيرو انه يحاول يحمي اكبر قدر ممكن من الجنود بصلته على النبي. وبالفعل بيروحوا بالليل للغابه وبيبقوا خايفين جدا، وبنلاحظ ان هشيرة السود بيبقى سريع وحاجه جامده جموده بصراحه، لدرجه انهم مش بيقدروا يشوفوه وبيشوفوا بس الجندي المضروب وهو واقع على الارض بصلته على النبي، حرفيا سرعه جباره لدرجه ان الجندي اللي بيتضرب مش بيلحق يصرخ لانه بيكون فاقد الوعي في ساعتها. ده حتى تانجيرو بيبقى مش قادر يشوف، وساعتها تنجن بيقف قدامهم، واول ما واحد من الجنود بيشوفه بيقول احنا لا يمكن نقدر نلمس حد بالقوه وبالسرعه دي. ولكن بسرعه خارقه الهشيره بيكون واقف وراه وبيقول له الشياطين مش هتدي لك فرصه انك تخاف حتى. وساعتها تانجيرو بيتكلم وبيقول الكل يجي يقف جنبي هنا، لو اتجمعنا مش هيبقى في ثغره في الدفاع بتاعنا. ولسه بيجروا ولكن يابا على مين هشيرة السود بيلحقهم ولسه هيضرب واحد فيهم، ولكن تانجيرو بيصد الضربه، بس بنلاقي ان ضربه تنجن قويه جدا لدرجه ان اثر تصادم الضربه بيطير بعض الجنود. وساعتها تانجيرو بيقول مش ممكن، تنجن عنده ايد واحده بس وبيضربني بنيه التدريب مش القتل، ايه القوه المرعبه دي؟ امال لو كان قتال حقيقي وهو مش فاقد دراع كانت قوته هتبقى عامله ازاي؟ وساعتها تنجن بيقول له اهجم عليا يا ولا يا تانجيرو ووريني قوتك يا ولي. وبالفعل ده اللي بيحصل، ولكن تنجن بيقدر يصد كل ضرباته والجنود بتتشجع وبتهجم هي كمان. بس يابا ده هشيرة يعني على الدنيا السلنكتين.
وساعتها بنلاقي الهشيرة واقف قدامهم وواضح كده انهم خسروا، وبيقول لهم مش عيب ولا انت وهو تسيبوني اضربكم الضرب ده كله؟ محدش منكم حتى عرف يصد ضربة واحدة. وساعتها بيقولوا احنا مش قد قوة واحد من الهشيرة. فتنجن بيقول انا مش بدربكم عشان ازرع فيكم خوف يا ولي. فبيقولوا احنا عارفين، بس دلوقتي بقى عندنا ثقة فيكم اكبر يا هشيرة، وبقى عندنا ثقة في تلاميذ الهشيرة المقربين زي تانجيرو. انتوا بقوتكم ديت تقدروا تهزموا ملك الشياطين، واحنا هنتدرب عشان نقدم ليكوا اقصى مساعدة نقدر عليها. وبيجي اليوم اللي بعده وتنجن بيقول لتانجيرو انت كده نجحت في المرحلة ديت يا ولي، تقدر تروح تتدرب عند الهشيرة اللي بعدي. وتانجيرو بيسلم عليه وبيقول له هتوحشني والله يا كبير. وبيروح لمنزل الهشيرة اللي بعده وهو توكيتو وهشيرة الضباب. والهشيرة يابا بيبقى ماسك المجموعة اللي معاه عمال يضرب فيها وعازقهم ضرب حرفيا، والعيال بتقول له ورحمة امك لا تسيبنا، ابوس جزمتك يا اخي ارحمنا وسيبنا. فهترى يا ترى ايه اللي هيحصل عزيزي المشاهد بين توكيتو والواد تانجيرو ده يابا اللي هنعرفه الحلقة الجاية. بس عايزك تنزل تعمل هونجا بونجا مع زر اللايك. طبعا ناس كتير خدت الاجازة بس انا لسه بمتحن والله، فياريت تشجعني لو سمحت عزيزي المشاهد علشان انزل لك حلقات تانية واروق عليك. واشترك يابا في القناة عشان تنضم لعيلة نور الجامدة جمودة. وكان معاكم نور من قناة ملخصات نور، وبس كده، سلام.